اسمع الفيديو اللي انت لازما من تسمعه. اول الكابتن احمد اسمع. عفيفي ومرورا بخالد الغندور ونهايه بالكابتن رضا عبد العال. فايه؟ مش هنسمع اسفين يا حسام؟ كان غريب قوي يا جماعه والله ان كل الناس بتاعه الكوره اللي بتقعد تدينا دروس في دعم المنتخب المصري والانتماء تخصص وقتها وجهدها في الهجوم على حسام حسن. وكان مدهش وما زال الامر مدهشا ان كل الناس بتاعه الكوره تقعد تدينا دروس في ان المدير الفني له حريه الاختيار ولا بد ان نحكم عليه بعد التجربه. غريب جدا ان كل الناس دي بذلت كل نفيس وغالي علشان يدمروا تجربه الراجل ده قبل ما تبدا. وصل بيهم الحال ان المنتخب كان بيستعد لكأس العالم وهم بيتهموا المدير الفني بتاعه القائد بتاعه بان يتآمر على اهم لعيب فيه. وصل بيهم الحال ان قبل ماتش بلجيكا بساعات كانوا بيهاجموه بدل ما يدعموه. وان كنت ناسي افكرك، الكابتن احمد عفيفي نجم نجوم المراهقين على السوشيال ميديا في التحليل واستوديوهات التحليل الكرة يعني الكرة المدورة، اللي بيستخدم مصطلحات ويقول لك انا بتاع علم في الكوره. كان على رأس هذه القائمة من أول يوم اختاروا فيه حسام حسن لإدارة المنتخب. عفيفي من أول يوم قال لك ما ينفعش، شخصيته ما تنفعش، فنيا ما ينفعش، ومن يومها ما سابش فرصة إلا وهاجم حسام حسن واختياراته وشكك فيها تشكيك ذمم